السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة انتي نت. فيديو اليوم غادي نحضر معكم فقاص بالشوكولات. غادي نحضروه بلا ما تحتاجي نهائيا انك تبيتيه او تغطيه، ما يتشققش لكم نهائيا او يتهرس لكم. فبالنسبة للمكونات غادي نحتاجوا 6 ديال البيضات اللي بطبيعة الحال حيدت صفار بيضة واحدة. كذلك عندي هنا زلافة عامرة ديال السكر، اي سكر سنيده، وعندي هنا 2 ساشيات ديال الفاني. ديروا اي نكهه كتفضلوا، ممكن الفانيليا السائله او الفانيليا بودر او غير قشور حامضه او ليمونه. صافي هنا كنحاولوا نطربوا هاد العناصر مزيان حتى نلاحظوا ان جميع العناصر انسجموا لينا، ونلاحظوا ان البيض ديالنا ضاعف الحجم ديالو وتغير اللون ديالو. صافي هنا من بعد ما كنطربوا هاد العناصر مزيان وكنتحصلوا على يعني هاد القوام هذا، مباشره هنا غادي ناخذوا ايضا زلافه عامره ديال الزيت النباتيه، غادي نحاول نضيفوها. وبالنسبه للكميه ديال هاد الفقاص راه كنتحصلوا على كميه اللي هي ما شاء الله، يعني كميه وفيره. صافي هنا غادي نحاولوا نخلطوا هاد العناصر مزيان كما قلت لكم حتى نتحصلوا على خليط اللي هو متجانس. صافي هنا من بعد ما كنتحصلوا على هذا القوام هذا، هنايا مباشره غادي نضيفوا في هذا الاثناء 2 معالق كبار ديال دانون، اي نكهه كتفضلوا. فبالنسبه ليا درت دانون بنكهه الفانيليا، ممكن ديروا اي نكهه كتفضلوا. صافي ونحاولوا نخلطوا هاد العناصر مزيان. وهنايا مباشره كنقوموا باضافه الدقيق بالتدريج، وحنايا كنجمعوا العجينه ديالنا. وبالنسبه للنوعيه ديال الدقيق انا درت نوعيه ديال الدقيق الخاصه بالحلويات. صافي هنا كنضيف كيس من خميره الحلويات صافي، وكنضيفوه بالتدريج، وحنايا كنجمعوا العجينه ديالنا. صافي هنايا كيف كتلاحظوا معايا ما ضفتش الكميه كامله ديال الدقيق، فقط غير نصف الكميه، لان العجينه يعني كتلصق نوعا ما. غادي نحاول انني النصف الاول غادي نحاول انني ندير ليه تقريبا 1-2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. يفضل انكم تستعملوا نوعيه جيده. صافي وكنحاول انني ندير تقريبا مع داك الكاكاو 1 معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه. صافي وكنخلطوا هاد العناصر مزيان او نعجنوا هاد العناصر مزيان. والنصف الثاني اللي بنكهه الفانيليا كنديروا ليه غير شويه ديال الدقيق. والعجينه خاصكم ضروري انكم تخليوها يعني تجيكم شويه مرخوفه، ما تكتروش الدقيق. يعني العجينه غادي تلاحظوا في الفيديو ان ضروري ان نتحصلوا على هذا القوام هذا، يعني كتجينا رطبه وكتجينا مرخوفه. هذا هو القوام ديال العجينه ديالنا. صافي وهنا مباشره كناخذوا ورق الزبده وكنحاولوا نسرحوا العجينه ديالنا على سمك اللي كيكون رقيق. وكيف كتلاحظوا معايا ضروري ان العجينه يعني تكون شويه يعني رطبه، ما تكتروش ليها الدقيق. باش تنجح معكم هذه الوصفه الدقيق ما تكتروش في يعني في هذه الحلوه. هنا كنسرح بالمدلك، وفي نفس الوقت يعني كندير غير كميه قليله من الدقيق، لان العجينه كما قلت لكم راه مرخوفه. النقطه اللي غادي نقول لكم ما تكتروش الدقيق في هذا، يعني ما تكتروش الدقيق في العجينه ديالكم. صافي هنا غادي نستمر بنفس الكيفيه على هذا الشكل ونتلاقاو من بعد. هنا من بعد ما يعني سرحت على سمك اللي كيكون رقيق، هنا كناخذوا ورق الزبده اخر، كنحاولوا اننا يعني ناخذوا العجينه بنكهه الشوكولاته وكنسرحوها بنفس الطريقه باش سرحنا العجينه يعني الاولى. السمك ديال العجينه ديالنا خاصها تجينا رقيقه. صافي هنا من بعد ما سرحتها بنفس الطريقه، هنا كنطبقوها على العجينه اللي بطبيعه الحال سرحناها بنكهه الفانيليا. صافي يعني الطريقه كنظن انها واضحه لكم في الفيديو. في نفس الوقت يعني كنحاول انني نضغط مزيان، يعني طبقناها، وغادي نحاول انني هنايا نزول ورق الزبده على هذا الشكل هذا. صافي هنا من بعد ما زولنا ورق الزبده كتلاحظوا ان يعني كنتحصلوا على هاد الفقاعات هادو. كناخذوا شي شوكه او اي حاجه عندكم
كتحاولوا ان تثقبوا هاد العجينه مزيان مزيان. من بعد ما كتثقبوها هنايا كنحاول انني نرولي الفقاس ديالي وفي نفس الوقت يعني نضغط مزيان مزيان. صافي هنا من بعد ما انتهيت هنايا، فبالنسبه لي انا غادي نتحصل على 2 الحرابل من الحجم الكبير. ممكن ديروا تقريبا واحد 4 الحرابل، فاللي بغيتو اللي يعجبكم. صافي هنا غادي نستمروا بنفس الكيفيه على هذا الشكل حتى نكملوا الكميه بالاكمل او نشكلوا الكميه بالاكمل ونتلاقاو من بعد. هنا من بعد ما انتهيت كما قلت لكم انا تحصلت على 2 ديال الحرابل اللي بحجم كبير. غادي ناخذ شي شوكه ونحاول انني نثقب مزيان الفقاس ديالي باش هكا ملي ندخلو الفقاس ما يطرطقش. ضروري انكم تثقبوه مزيان مزيان. صافي هنا كناخذوا صفار البيض اللي ضفنا ليه قطرات من الخل وشويه ديال قهوه سريعه الذوبان. كنحاول انني ندهن الفقاس مزيان على هذا الشكل هذا. صافي هنا من بعد ما كندهنوه مباشره في هذا الاثناء الفرن ديالنا كيكون مسخن مسبقا على درجه حراره يعني 150، وكندخلوا الفقاس ديالنا كنشعلوا عليه من الاسفل حتى نلاحظوا انه بدا كيتنفخ، يعني غير بدا كيتنفخ مباشره كنشعلوا عليه من الاسفل ومن الاعلى وكنخليوه يطيب لينا غير نص طيبه فقط. هنا من بعد ما خرجته هذا هو يعني الطياب ديالو، يعني كيطيب لينا غير نص طيبه ما كنخليوش يتحمر. فملي كنخرجوه من الفران هو باقي سخون، فانا تحذف ليا المقطع كناخذ السلوفان وكنلوي الفقاس ديالي في السلوفان يعني، وكنخليه حتى يبرد. من بعد ما كيبرد مباشره كنبدا نقطعو. ممكن تقطعوه هو باقي في السلوفان او ممكن تحيدوا السلوفان وتبداو تقطعوه. فصراحه هذه الطريقه ما كيتهرش بها الفقاس نهائيا او كيتشقق. كنصحكم انكم تجربوها لانها فعلا كتستحق تجربه. فهنا كيف كتلاحظوا معايا التقطاع ديال هذا الفقاس كيجي رائع. صافي وهنايا كنحاول نستفو في اللاطه وكنحاول انني ندخلها الفران، يعني ندخل الفقاس ديالنا الفرن. كنشعلوا عليه من الاسفل ومن الاعلى. وبالنسبه للنار، النار خاصها تكون يعني ضعيفه، يعني النار 150 كنخليوه يتحمر على خاطره. فبالنسبه لهذا الفقاس ضروري انه نخليوه يطيب على خاطره، يعني يجينا محمر من الداخل. فهنايا يعني راه كنتحصلوا على كميه اللي هي ما شاء الله، يعني كميه وفيره كنتحصلوا عليها. وهنا كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما كنحمروا الشكل ديالو كيجي رائع في الشكل وكذلك المذاق. كنصحكم انكم تجربوا هذه الوصفه لانها فعلا كتستحق تجربه. هنايا لمصداقيه الوصفه غادي نحاول اني نقسم معكم وحده وتشوفوا كي كتجي هشيش. كيجينا هذا الفقاس هشيش كيجي رائع. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات.